اخر بشكل كبير خلال الثلاث اشهر اللي جايين. مساء الخير يا عمرو، الحمد لله على السلامه. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من القاهره اليوم. لم يحدث تعديل وزاري، لم يحدث تغيير، وحتى الان اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. احنا بنجيب ناس بنثق فيها، احنا بنجيب ناس احنا نعرفها، احنا بنجيب ناس هتسمع الكلام اكتر ما احنا بنجيب ناس هيعملوا تغيير في مصر. هذه الحكومة بتغييرها الجديد سواء كانوا 8 وزارات او 10 وزارات لن تغير مصر قيد أنملة، ولن تفعل شيء للشعب المصري. رئيس الحكومة هو المشكلة. الدكتور هشام أنديل يجب أن يرحل. الدكتور هشام أنديل ليس عنده أي رؤية. الدكتور هشام أنديل لم يحقق أي شيء. الدكتور هشام أنديل لا يستطيع قيادة 30 مواطن لعمل بهم تغيير واضح في الأرض المصرية. مسألة واضحة جدا جدا. مثلا وزير الإدارة المحلية، الراجل ده مع احترامي ليه يعني لما جابوه محافظ للمنوفية انا ما لقيتش في السي في بتاعه اي حاجة انه يجي محافظ للمنوفية. طيب الراجل ده قعد 2 شهر محافظ في المنوفية ليه؟ يعني انت قعدت 2 شهر محافظ في المنوفية ليه؟ طيب وبعد ما يقعد 2 شهر ما لحقش يعمل اي حاجه. انا ما اقدرش اتكلم عن انجازات سياده الدكتور في المنوفيه، ما اقدرش اتكلم في الحكايه دي لان بقى له 2 شهر. بعد 2 شهر جايبه وزير تنميه محليه يبقى مسؤول عن كل محافظات مصر. طب هو عمل ايه؟ هو مين؟ هو ازاي؟ يعني لما تقروا السي في بتاعه راجل محترم وعظيم ومتخرج من الجامعه بدرجه ممتاز، ولكن في المجال اللي هو بيعمل فيه ده انت هندسه كهربائيه، ده انت عندك مشكله في التنميه المحليه، انت عندك مشكله مع المحافظات، انت عندك مشكله مع المحافظين. ده كان عامل ايه؟ طب اللي فات كان ضابط جيش وكان محافظ ناجح في كفر الشيخ. كان انما ده عمل ايه؟ ماذا فعل؟ طيب 2، انت اهم حاجه عندك اليومين دول وزاره الماليه. انت محتاج استاذ معلم حريف، حد ياخد الماليه بتاعتك دي ويعيد توزيع الميزانيه، يشوف لك ايه حكايه العجز، يشوف ايه حكايه غلاء الاسعار، يشوف ايه حكايه الفلوس، ايه حكايه الناس اللي عايزه ايه، هنودي التعليم ايه وهندي ده فلوس ايه. انت محتاج استاذ، واحد في الضرايب، واحد. رحت جبت استاذ من الجامعه عنده 3 4 كتب، مع احترامي ليه راجل محترم وعظيم، انما هو ده اللي انت عايزه دلوقتي؟ يعني هو ده الراجل اللي هيخش يمسك الموازنه ديت ولا الميزانيه دي يفنطها كده ويغير لنا حياتنا؟ ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا بتعملوا ايه في البلد؟ وزير الداخليه، انا بقول لك اهو من النهارده ايدك من الداخليه والارض. انا بقول لك اهو من النهارده وكلامي واضح وبقول للناس كلها ايدك من الداخليه والارض بعد كده. ليه؟ لانه الراجل ده زعل مولانا، ضايق الراجل العظيم، ضايق الراجل اللي انت طلبت منه الحاجات عشان يعمل لك حاجات، فيمشي. محدش يدوس طرف على اي دقن في البلد، اي حد زي ده يمشي. راجل كان محترم وكان بيعمل اللي عليه وممدش ايده على حد، انما زعل ناس، زعل العزة والكرامة والناس العظيمة اللي هم بيحكوا مصر دلوقتي، هم دول اللي بيحكوا البلد. لو حد منهم زعل حد، اي حد في مصر يمشي، اي حد في مصر يمشي. مفيش كبير ما تزعلش مولانا، مولانا ما يزعلش ابدا، ومولانا يسب الوزارة بالوزير ومحدش يكلمه،
ومولانا الناس بتقعد تروح تحاصر وتحرق وتولع ومحدش يفتح بقه معاه، والوزير يمشي واهاني الوزير قبليها في اشاره واضحه ان انا لو حبيت امشيه همشيه. دي رساله انت بتقولها لمين؟ بتقول لاي حد جاي ايه؟ انت بتقول للوزراء ايه؟ انت بتقول للناس اللي بتشتغل معاك ايه؟ احنا عايزين نغير فعلا ولا عايزين نعمل حاجات اللي هو اجيب ده كده واودي ده كده وغير ده كده للحق؟ يعني في 2 3 في التعديل الوزاري دول انا شايفهم في مكانهم. الراجل بتاع الاتصالات راجل عنده خلفيه كويسه، كان في NCR انا ما اعرفوش ولا عمري شفته، واوركل وبتاع ومش عارف ايه، ايده في الحكايه، ايده في الشغلانه، اشتغلها، عارف بالظبط هو داخل على ايه. الراجل بتاع الكهرباء هو اللي عامل عدد من المحطات وهو اللي اخره، كل ده راجل برضه شغلته وفاهم ايه الحكايه. ناس اما يخشوا يا جماعه يحطوا الفيشه يشتغلوا، مش هنسال اذا كنت انت 120 ولا 220 فولت، ده انت تحط الفيشه تشتغل. الراجل بتاع الداخليه كان على المعاش قبل الثوره، ايده مش ملوثه في موضوع المتظاهرين ولا مش المتظاهرين ولا وكان رئيس السجون وكان مسؤول عن الامن في محافظات صعبه، الاقصر، منيا، سوهاج، راجل اشتغلها على الارض. انما الراجل اللي مشي ده كمان نطرح اسئله لماذا رحل؟ ولا حد هيرد طبعا، ولا حد